صباح الخير عليكم. فيديو جديد من قناتنا هنشا. النهارده حابه اعمل معاكم سلق القلقاس بطريقه سهله جدا وبسيطه، لان ناس كتير بتستصعبه وبتفتكر ان هو شغلانه، وهو اسهل ما يمكن. هي الفكره كلها بتاعته في تكنيك الطهي بتاعه. بيتسوى على نار هاديه جدا، ولازم بكون واقفه جنبه وبيتقلب. تعالوا نشوف مع بعض هنعمله ازاي. انا هنا عندي الكميه دي كتير جدا، لان انا هقسمها ل3 مرات على 3 كيلو قلقاس. فاللي حابب طبعا يقلل عن كده او نجرب في كميه بسيطه تمام، مفيش مشكله. الخضره اللي عندي هنا سلق 8 حزم سلق و4 شبت و4 كزبره. تمام. بقطعهم وبغسلهم كويس جدا جدا جدا. الورق بتاع السلق انا بنقطفه عادي، بس بنشيل العرق بتاع بقيه الفرع اللي داخل في الورقه، اللي هو بيبقى تخين سنه، ده بنشيله، بنستغنى عنه. يعني العرق بتاع الفرع اللي هو بيبقى في نص الورقه، لا، احنا بنقطف الورقه من على الجنبين، مش بنحطه بيها، عشان ده مش بيبقى حلو معانا بعد كده. انا هنا بجيب طاسه على النار. زي ما انتوا شفتوا احنا غسلنا خلاص الخضره بتاعتنا كويس جدا. بجيب وok كبيره، بحط فيها معلقتين سمنه ومعلقه زيت، بسيحهم كويس جدا، وابدا يعني انزل بالخضره بتاعتي حبه حبه. انا مش هنزل بالكميه كلها، بس هتشوفوا الوك دي هتاخد كل الكميه بتاعت الخضره دي. انا بنزل حبه حبه واستنى عليهم اما يتبلوا وانا بقلبهم، وانزل حبه كمان برضو اقلب لغايه ما يتبلوا. هتشوفوا معايا دلوقتي لسه ما خدتش الكميه كلها. هقلب فيها لغايه ما تدبل، وبتنزل للنص بحط حبه كمان وبقلب فيها. بصوا هنا دبلت ازاي وقلت خالص جدا ازاي. نفضل نقلب فيها لغايه ما تدبل وتكش كده مع نفسها. هحط عليها حبه كمان. المهم هنا خدت الكميه كلها بتاعتي، كل الخضره دي كلها اللي كانت في المصفى الكبيره دي جت في الوك ده. هنا بدات تنزل ميتها، الخضره بدات تنزل الميه اللي فيها. انا هنا معليه النار عشان انا واقفه قدامه وبقلبه كل شويه. ما ينفعش ان انا اسيبه واروح اعمل حاجه تانية. ما ينفعش ان انا مثلا ابقى معليه النار واخرج بره المطبخ، ما ينفعش خالص. يعني هو حساس جدا، ممكن يتحرق معانا بسرعه. لو اتحرق بيعمل طعم مش حلو وبيمرر. احنا هنقف قدامه لو احنا معلين النار. لو انا هعمل حاجه في المطبخ هوطي عليه النار وعيني تبقى عليه، وكل نص دقيقه بديله تقليبه. تمام. ما بحطش عليه اي توابل ولا اي بهارات ولا اي حاجه خالص. هي السمنه معلقتين سمنه ومعلقه الزيت والخضره بتاعتي، بس كده. هفضل اقلب فيها لغايه ما تبدا الميه بتاعته تنشف خالص، وهوطي النار عليه جدا جدا جدا، اخليها شمعه زي كاني بسوي الرز على نار هاديه جدا. وافضل كل شويه، يعني هو هياخد وقت طويل شويه بس مش مشكله، هيطلع جميل جدا. لو حابين تسرعوا العمليه تعلوا النار، بس تبقوا فعلا واقفين قدامه تقلبوه على طول باستمرار باستمرار. هنا ابتدى يغمق مش يتحرق. لو هتلاحظوا هيبقى لسه في برضو نوع من الخضار شويه مش محروق، لان في فرق بين ان هو يتحرق وفرق ان هو يبقى لسه اخضر شويه بس اتحمص، كانه حاجه متحمصه، بس برضو محافظ على نفسه على خضاره. لان بعد كده اما هنيجي نستخدمه هنضربه، وهناخد الكميه اللي احنا عايزينها في الخلاط ونضربه بالشوربه اللي احنا بنسلق فيها القلقاس واللحمه. بعد ما اتاكدت خلاص ان هو استوى واتحمص معانا كويس، ما اتحرقش معانا وما لزقش في الطاسه بتاعتنا، وخلينا بالنا منه من تسويته. عندي هنا قراص توم كبيره قشرتها ودقتها، هننزل بيها وحطيت لها ملح. يعني انا دقيت راس الثوم بملح بس. حطيتها عليه، قلبتها كويس جدا، فضلت واقفه قدامها طبعا قدام النار بقلبها كويس جدا 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 لغايه ما احس ان التومه بتاعتي بصوا بقت ذهبي ازاي، ما فيهاش حتت بيضه وما اتحرقتش. هي بقى لونها ذهبي وباينه في النص اهي، لونها حلو جدا. خلاص بطفي عنه وبشيله من على النار وبحتفظ بيه في علبه. ده بيكون شكله. لو تدققوا فيه شويه هتلاقوا لسه برضو ايه، يعني محتفظ بنسبه من خضاره شويه، مش محروق، مجرد ان هو اتحمص. اول ما هنيجي نضربه